السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله هعمل معاكم النهاردة سمك بولتي وسمك مكرونة مقلي مقرمش كريسبي، إن شاء الله يعجبكم. جبت السمك نضفته وغسلته كويس وعملت فتحات بالسكينة في السمك البولتي عشان املحها. الطبق ده فيه خل وليمون، وهحط معاه معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة كزبرة وكمون وكركم، ومعلقة صغيرة هريسة شطة، ومعلقة صغيرة توم مفروم، واقلب كل الخلطة دي مع بعض واملح بيها السمك من جوه ومن بره، واحط في الفتحات اللي عملتها في السمك البلطي. الطريقة دي كده. وهنا كنت ملحت السمك كله، وهنا هعفره بالدقيق. جبت طبق فيه دقيق، حطيت له معلقتين كبار نشا ومعلقة صغيرة كركم، وهقلبه. هقلب الدقيق كويس وعفر بقى السمك. عايزاكم تذكروا الله وتصلوا على النبي، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ليصلكم كل جديد، ودعموني بلايك. وهنا كنت عفرت السمك كله، وهنا حطيت طاسة زيت على النار، ولما الزيت يسخن اقلي فيه السمك. والحلة دي بحمر فيها بصلة عشان اعمل رز السمك، وانا عاملاه قبل كده في القناة. لو حد عايز يعرف الطريقة يرجع للفيديو. اهو بصوا السمك، بسم الله ما شاء الله، لونه جميل وطري من جوه ومقرمش من بره. وهنا كنت خلصت السمك وعملت الاكل. ده بقى السمك البلطي، وده السمك المكرونة، لون وطعم وما شاء الله جميل جدا. وعملت سلطة ورز. ما تنسوش الاشتراك في القناة ودعموني بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بألف هنا وشفا.